وبما اني بحب البامية جدا جدا جدا، فاول خضار هبدأ فيه هو البامية. هنجربه مع بعض وهندوق طعمه من الشركة الجديدة المصرية فيجي تورك. زي ما بدأت معاكم المانجا علشان اول حاجة بحبها، دلوقتي هجرب معاكم برضو اول حاجة بحبها وهي البامية. هنشوفها مع بعضينا وهوريكم طعمها عامل ازاي وهوريكم برضو شكلها. طيب تعالوا بدل ما نعمل ريفيو بس عن البامية، تعالوا اقول لكم بتتعمل ازاي للناس الجديدة في الطبيخ، اللي ما بتعرفش تطبخ او لسه بتبدأ تطبخ. اي طبيخ او اي خضار عندك هقولها لك في كل الفيديوهات. انا بعمل ايه؟ انا بشوح اللحمة، بحطها مع البصل، بعد البصل ما تصفر شوية بشوح معاها اللحمة، وبعد كده بحط الطماطم زي ما انتم شايفين. اول ما تبدأ ان هي تغلف بعضيها وتتسبك كويس ببدأ احط التوابل، وبعد كده بحط الخضار. بس كده. هوريكم في الاخر الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي في الطبق، وهقول لكم كمان رأيي في الطعم. تعالوا كده نحط البامية. عايزة اوريكم شكلها وهي بتنزل وشكلها وهي اصلا لسه مجمدة. بصوا البامية اللي هي الحلوة، حجمها كويس خالص. بصوا الشكل بتاعها. هوريها لكم بقى بعد ما تطيب واقول لكم رأيي فيها. تعالوا كده ندوق واقول لكم رأيي فيها. انا اصلا من عشاق البامية، يعني بحبها جدا جدا جدا، خصوصا بقى لو بايتة بتبقى تحفة. بصوا تعالوا كده ندوق الطعم بتاعها واقول لكم رأيي فيها بكل صراحة. طعمها تحفة. على شوية رز بقى. طعمها بجد جميل جدا جدا. البامية دي اول حاجة جربناها معاكم من الخضروات زي ما جربنا المانجا معاكم. تعالوا بقى بكرة ان شاء الله نجرب الفراولة، وهنجرب كل المنتجات. يعني هاخدهم كده واحدة واحدة، كل يوم هعمل حاجة او كل يومين كده، يعني عشان لما ده يخلص الاول. زي ما قلتلكوا ان المنتجات دي مصرية 100%، ووريتكوا كل العناوين المكتوبة من ورا، وكمان العلم مصر موجود، وكمان صنع في مصر. الكيس ده عبارة عن 400 جرام صافي الوزن. بصوا شكل البامية تحفة بجد، طعمها جميل جدا جدا. فدي اول تجربة كده جربناها من فيجي تورك الخضروات بتاعتهم، وان شاء الله هنجرب باقي الحاجات مع بعضينا.